أهلا وسهلا بكم في نشرة أخبار الثامنة من سوا أكاديمي، ونبدأها بالعناوين. إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي جالانت تعمق الأزمة السياسية في إسرائيل. فوز دونالد ترامب بالانتخابات السياسية الأمريكية يثير ردود فعل دولية مع توقعات بانتعاش اقتصادي كبير تحت قيادته. استقرار أسعار الذهب في الإمارات وسط تقلبات الأسواق العالمية، وخبراء ينصحون بمتابعة التطورات الاقتصادية والسياسية. تلك كانت العناوين وإليكم التفاصيل. في خطوة غير متوقعة أقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إقالة وزير الدفاع يوآف جالانت. تأتي هذه الإقالة وسط تصاعد التوترات والخلافات بين الطرفين حول عدة قضايا استراتيجية، بما فيها ملف تبادل الأسرى والسياسات الأمنية المتبعة. ويعتقد محللون أن هذا القرار قد يكون له تداعيات كبيرة على الوضع الداخلي، خاصة في ظل الظروف السياسية التي تمر بها إسرائيل حالياً. حقق دونالد ترامب فوزاً في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، معلناً عودته إلى البيت الأبيض، فيما وصفه نائبه جي دي فانس بأنه أعظم عودة سياسية في تاريخ الولايات المتحدة. يتوقع أن تحدث فترة حكم ترامب الثانية تغيرات ملحوظة في السياسة الداخلية والخارجية، مع آمال بانتعاش اقتصادي في ظل إدارته وفقاً لأنصاره. ومع ذلك أبدت بعض الدول قلقها من توجهات ترامب وسياساته، خاصة تلك التي تتعلق بالعلاقات الدولية والتعاون المشترك. شهدت أسعار الذهب في الإمارات استقراراً نسبياً خلال تعاملات اليوم الأحد. يأتي هذا الاستقرار في ظل تقلبات الأسواق العالمية، حيث انخفض سعر أوقية الذهب عالمياً إلى 2684.4 دولاراً، ويرجع هذا التراجع إلى ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي وتوقعات بزيادة أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى، مما يقلل من جاذبية الذهب كملاذ آمن للمستثمرين. وينصح الخبراء بمتابعة التطورات السياسية والاقتصادية العالمية، حيث تلعب دورا حاسما في تحديد اتجاهات أسعار الذهب مستقبلا. وهكذا تكون قد انتهت نشرتنا، ونذكركم بالعناوين. إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي جالانت تعمق الأزمة السياسية في إسرائيل. فوز دونالد ترامب بالانتخابات السياسية الأمريكية يثير ردود فعل دولية مع توقعات بانتعاش اقتصادي كبير تحت قيادته. استقرار أسعار الذهب في الإمارات وسط تقلبات الأسواق العالمية، وخبراء ينصحون بمتابعة التطورات الاقتصادية والسياسية. تلك كانت نشرتنا لهذا المساء من سوا أكاديمي. شكرا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.